عملتوش حاجه ظهروا النهارده الصبح. واخد بال حضرتك؟ يعني انا دلوقتي شكوتي ان انا مش لاقي اي حد يعني على الظلم بتاع مجدي عبد الغني، يعني لان هو فعلا ظلمنا ورانا النجوم في عز الظهر الاحمر ودمرنا ودمر مالنا ودمر مال ابونا، يعني وخد بعضه ومشي وعاش مع نفسه. الكوره اللي هي جت معاه اونطه، ده جت معاه اونطه والله، ماشيه معاه اونطه. انا اللي مربيه على راي واحد زميلكم برضه، بقول له يا استاذ فلان ده انا مربي الاخ ده، قال لي لا دي تربيه اللفظ يعني كده. قلت له معلش بس انا اللي فاهم وانا اللي كنت عايش معاه وعارف الدنيا رايحه فين وجايه. عم الكابتن بدل ما يجي من البرتغال ويجي يقف جنب اهله وجنب ناسه وينصفهم وينمي مالهم ومال ابوهم، جه كلنا وكل اخواته البنات وكل امه، حتى كمان كانوا في بيت ارض الرمله وبيت امه اللي في سوق العصر، معلش كمان كان من وراها مبلغ وعمال يعشق في الفلوس. يعني هو يموت اي قرش يجري وراه. طب انت يا عم الكابتن، انت بدل ما انت سيادتك جاي تنصف اهلك وتكبرهم بالخير اللي سابه ابونا، طيب باي منطق وباي عقل كده يقول ان الاخ الاصغر اللي هو ربنا كرمه وبقى على الساحه وبقى معروف، المفروض اول ناس يبقى يتبص لهم اهله، وبعدين ما كناش عايزين حاجه من جيب. طب احنا ايه المشكله دلوقتي؟ المشكله دلوقتي يا بيه، انا دلوقتي في حكم على الاحكام. اول حكم خدته ب 20,000 دولار، حتى عليه يدفع 8,000 دولار غرامه لان الحكم بقى عليه واجب التنفيذ. الحكم واجب التنفيذ، بس لاجل الاسف ان الثوره بتاعت الشباب الحلوه اللي جت واجب التنفيذ اهو. لاجل هو انا مش بتاسف على حاجه، هو انا مبسوط عشان عيالي هيلاقوا ثوره جميله ومناخ حلو هيعيشوا فيه. انا عن نفسي انا خلاص خدت نصيبي من الدنيا. يعني انا مواليد ثوره بتاع جمال عبد الناصر، من مواليد 53 وعشت وشفت، انما انا مبسوط ان الثوره ديت وربنا كرم اولادي عشان يعيشوا عيشه نظيفه. انما انا الحكم ده للاسف معايا بقاله شهر مش عارف انفذه ب 20,000 دولار. دول ال 20,000 دولار بالقصه، انا بقالي 3 سنين في الاحكام عشان 600 دولار كنت باخدهم كل شهر منعهم عني، وبقى ياخد الفلوس ديت، فرفعت عليه قضيه خدتهم بعد 3 سنين. ال 20,000 دولار دول بتاعوا ايه؟ بتوع مخزن في ارض املكها انا والكابتن. املكها انا وهو. المشكله ديت مخزن كان محطوط على الارض. المخزن دوت كان الشركه يعني مأجراه مننا وعملت جمالون، فكان بتدينا شهريه، يعني كل شهر بتدينا شهر. ليه احنا عملنا تفويض للكابتن عشان هو اللي يستلم الشيك ويقبضنا فلوس. انا اكتشفت ان هو بدل ما يقبضنا فلوسي ياكل ايه نصهم، ياكل منهم عشان الفلوس تجيبه. فانا رفضت، رحت رافع عليه قضيه الغاء تفويض. ليه رفعت عليه قضيه الغاء تفويض؟ بالرغم ان انا قلت له بلاش نمد ايدينا على فلوس بعض، الامور هتخسر. ما بيسمعش الكلام، بعد عنك من المصحف ما بيسمع الكلام ابدا، صوته من دماغه، هو عايش مع نفسه غريب، ليه دماغ متركبه بطريقه غريبه. قلت له بلاش هنخسر بعض وبلاش نمد ايدينا على فلوس بعض. وقد كان النتيجه ان احنا بقينا نرفع قضايا على بعض. وفي كمان قضيه رافعها عليه برضه بخصوص البنزيمه كلها مني، قضيه ب 510,000 دي في المحاكم، ب 510,000 دي بتتداول في المحاكم. واخد بال حضرتك؟ دي عشان البنزيمه اللي اتكلم مني الاخرانيه خدها لوحده بيقبض 400,000 في السنه لوحده. واقول له اخوه اللي هو ناصر ضدي اللي هو محمد عبد الغني، اقول له الارض ال 1620 متر دول بتوعه، هو يعني هو بيورث دول، امال احنا ورثنا فين؟ ولا حد راضي يسمعني. وبقيت انا لوحدي معيش الا ربنا، وبقيت في المحاكم ورموني في المحاكم. طب قبل كده برضه رماني في المحاكم سنه 93 والمصنع شغال، وانا بقيت بره وقاعد على القهاوي وهو عمالين هو واخوه
يلاطوا في المصنع وفي الاخر يبيع المكن اللي هو بتاعي اللي اديته 150 متر من نصيبي من ورثي عشان ابقى انا معاهم في سداد الدين وابقى معاهم في كل حاجه في الارض عندنا في الولايه. ومع ذلك لقيت نفسي بقيت بره زي اخويا الكبير واخوات البنات وامه. انا اشركهم، يعني تخيل الجبروت والفجر يوصل لحد فين؟ ان انا اشركهم ومعاهم في المركز يطردوني ويرموني بره وانا ابقى في المحاكم وببقى في القضايا واصرف من جيبي من لحم الحي وعندي عيال بربيها وهو عايش يقول لي شرطه فلانه وعمال يقول لي شرطه فلانه وده اسمه كلام. ده يرضي مين ده؟ ده يرضي مين ده؟ ما يرضيش ربنا. انا عايز العدل، انا عايز حقي من الكابتن مجدي عبد الغني. انا عايز حقي وحق اخواتي، لان انا ما ينفعش يبقى الخير والملايين اللي ابونا سابها لنا يجي الكابتن عشان كوره الشهره تجيب له